كتير أنت بتبقى تصحى من النوم ومش قادر تقوم، أنا صحيت وقاعد على السرير عايز أقوم ومش قادر، خد بالك أنت في توتر وقلق وأدرينالين عالي، طبعًا يا باشا خلاص الكورتيزول ما لوش دور، هيفرز ليه؟ ما هو أنا طول الوقت في حالة survival mode زي ما بيقولوا عليها، طول الوقت حاسس إن أنا في حرب ومحتاج أنجي نفسي، فطبعًا ده هيخلّي دايمًا عندك أدرينالين عالي، الكورتيزول خلاص الجسم مش هيفرزه، حضرتك أصلًا الجسم بيفرزه الصبح وأنت نايم، ما لوش أي تأثير، بيفرز الكورتيزول أنت حضرتك نايم، يعني هو بيفرز الساعة 07:00 حضرتك فين؟ أنا نايم على السرير، حسيت؟ لأ والله هرمون الكورتيزول هرمون بيفرز من الغدة الكظرية اللي موجودة فوق الكلى، مسؤول عن إيه بقى؟ عن 4 حاجات، عن الطاقة، التوتر، مسؤول عن تنظيم السكر، ومسؤول كمان عن تقليل الالتهاب. الناس بتسأل بقى تقول هو إيه الفرق بين الكورتيزون والكورتيزول باللام؟ الكورتيزول هو ده الهرمون الطبيعي، الكورتيزون هو derivative أشباه ليه اللي إحنا بنجيبها من الصيدلية الحقنة بناخدها دوائيًا. أيوه إيه بقى المشكلة؟ إيه اللي بيخلّيني صاحي الصبح مش قادر أقوم من على السرير، باقعد ساعة ومقاومة الكورتيزول، عارف زمان لمّا كنا بنقول إن في حاجة اسمها مقاومة الأنسولين، إن في جسمنا بناخد سكر فالأنسولين يُفرز علشان يدخّل السكر ده في الخلايا ما يفضلش في الدم، الكورتيزول برضه لمّا بيتفرز بشكل كتير خلاص ما بيعملش تأثيره، ما بقاش ليه دور، بقيت لازم الحتّة العالية إن أنا دايمًا يبقى أدريناليني عالي عشان أعرف أقوم، فدايمًا الحاجة تبقى متحمسة جدًا، الكورتيزول دوّة هرمون المفروض بيفرز الصبح عشان تقوم وبيقل بالليل عشان تنام، طبعًا بقى مع شرب القهوة الكتير، تشرب كافيين في أوقات غلط، الضغط طول اليوم وعندك حاجات كتير في دماغك وحوارات كتير، طبعًا سهر وإن أنت تقعد سهران فاهم، مع نظام بقى كمان أكل زي الزفت مليان سكر طول اليوم، ده بيضرب معاك بقى إن هرمون الكورتيزول ده يفرز بطريقة منتظمة. وده اللي يسبب لنا المشاكل اللي إحنا بنقع فيها وآخرها اللي أنت بتبقى شايفها وتقول أنا باصحى الصبح ومش قادر أقوم من على السرير. هدفنا الأساسي إن إحنا نبعد عن مقاومة الأنسولين أو مقاومة الكورتيزول. مقاومة الأنسولين إن أنا ما اقعدش آكل سكر عمال على بطال، لأ أنا جسمي هيتعود إن السكر عالي فمش هيفرز أنسولين تاني. نفس الكلام بالنسبة للكورتيزول، أنا نايم الصبح، المشكلة إن أنت بتدمر تركيزك، بتدمر صحتك، محتاج إن أنت ترجّع نَفْسك تاني للعادات الصحية، زي إيه؟ أبدأها معاك وأقول لك إن أنت لازم كل يوم تفطر الصبح، تحُط في فطارك الصبح ورقة أخضر. الكلوروفيل ده حاجة مهمة جدًا، الكلوروفيل ده بينضّف جسمنا، بيخلّينا نتخلّص من الحاجات السموم اللي موجودة في الجسم، الهرمونات لمّا بتطلع تشتغل ودوشة كتير، بنبقى محتاجين حاجة تدّينا detox، جرجير، سبانخ. خس، أي ورق أخضر ده بالنسبة لك في كلوروفيل، قلل كافيينك وبالذات بعد الساعة 02:00. تالت حاجة ودي أهم حاجة، بعد إذنك ما تسهرش، آخرك الساعة 23:00 من الآخر